مشاهدي الفضائية المصرية في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من عرض أول على الهواء مباشرة. النهاردة من خلال حلقتنا الحقيقة معانا فيلم وثائقي بعنوان قطمة وسط. المرأة بشكل عام والمصرية تحديدا أثبتت أن هي ليها الأثر الكبير في حياة مجتمعها وفي حياة أسرتها بشكل خاص. المرأة الريفية تحديدا وهي بطلة حلقتنا النهاردة، المرأة الريفية قد ايه اثبتت ان وجودها مهم جدا بالنسبة لأسرتها، وقد ايه مهمة كمان للوقوف بجانب زوجها. النهاردة بطلة فيلمنا النهاردة اللي هو بعنوان قطمة وسط هي المرأة الريفية. البطلة المرأة المصرية اللي أثبتت عبر الزمان والمكان وعلى مر العصور أثبتت جدارتها. هنتكلم أكتر مع أحد صناع هذا العمل وهو الفيلم قطمة وسط. معانا النهاردة ضيفتنا سلمى محمد. أهلا بك يا سلمى. أهلا بحضرتك. اختيار الفيلم عن المرأة الريفية تحديدا كان ليه؟ الحقيقة احنا في الأول طبعا خالص فترة مشروع التخرج بنقدر نعمل برين ستورمينج كتير قوي، وبعدين بعد عدة أفكار توصلنا للفكرة دي. احنا كنا عايزين نعمل يعني المرأة المصرية اللي مثلا تحدد ظروف، تحدد إعاقة أو كده، لكن لقينا في مشاريع اوريدي اتعملت. بعد التفكير معايا أنا طبعا وصحابي في الجروب، عايز طبعا برضو كنت أشكرهم. مسؤولة عن إيه؟ أنا كنت مسؤولة عن الإعداد والمعاينات والسفر والترجمة وأخيرا الإخراج. تمام. عملتي كل حاجه كده يا سلمى، خليتي لا لهم طبعا ايه؟ شكرا لصحابي طبعا كلنا بجد. احنا الفيلم ده ما تيم وورك كانش كلكم مع بعض، بتعملوا كل خطوه مع ما بعض. كانش هيطلع بجد الحمد لله انه حقيقي. ياخد مركز وياخد رعايه شرفيه من المجلس دايما القومي النجاح للمرأة. عمره ما بينسب لانسان واحد بس الا او طبعا شخصيه بوجود يعني صحابي، شكرا ليهم قوي. حقيقي. وبعد كده بقى استقرينا على الفكره دي، وهي كانت الحقيقه في الزراعه والحصاد للقمح. لكن احنا كنا يعني محدودين بوقت معين، وقت مشروع التخرج بتاعنا، فما كانش مناسب في الشهور دي. الحقيقه احبطنا شويه صغيره، وبعد كده رجعنا فكرنا تاني. شكرا طبعا للدكاتره بتوعي، لا قالوا لنا ما نسيبش الفكره ونشوف نعمل سيرش اكتر عن ايه بقى، طب المحاصيل، طب الحصاد ايه، لحد ما توصلنا للفكره بتاعتنا والمصادر بتاعتنا. تمام. اختيار الفكره، فكره المراه المصريه وتحديدا المراه الريفيه، قد ايه هي بتتحدى الظروف، وقد ايه هي واقفه بجانب زوجها مع اولادها، قد ايه هي فعلا يعني اكتر من نص المجتمع. ده اخترتوا الكلام ده وبينتوا الكلام ده من خلال 3 نماذج، 3 سيدات ب3 حكايات وقصص مختلفة. اختيار النماذج دي كان بناء على ايه؟ طبعا احنا سافرنا 3 محافظات مختلفة. فين بقى؟ اتكلمنا اول حاجة كان في بني سويف، بعد كده كانت الشرقية، بعد كده كانت القناطر. يعني انتوا كده جبتوا المرأة الصعيدية بني سويف بالظبط كده والمرأة الريفية مظبوط، رحتوا القناطر مظبوط، والتالت حاجة رحتوا فين؟ بني سويف والشرقية والقناطر والشرقية. تمام. وكمان كان الفلاح، المرأة الفلاح بكل بقى الاشكال، سواء هي لوحدها او مع اولادها او مع زوجها، او كمان كانت حاجه جديده جدا في الفيلم بتاعنا، وهي السيدات الانفار. يعني في رجال انفار ماشي، لكن السيدات الانفار هم يتجمعوا كلهم في نقطه معينه، اللي العربيه النقل تيجي تجمعهم، يروحوا يزرعوا او يحصدوا، وبعدين ياخدوا اليوميه بتاعتهم ويرجعوا. دول كان اسمهم انفار. دول طبعا بيبداوا من 6 الصبح يخلصوا مثلا الظهر. دي موضوع جديد، يعني احنا دايما عارفين الانفار دول رجال انما تبقى سيدات بيتجمعوا برضو في عربيه بتجمعهم ويروحوا يزرعوا بالفاس وكل حاجه يحصدوا ويعملوا بالفاس. وكمان منهم كان بيسوق جرارات. كل حاجه المراه بتعملها بالظبط. ما حسيتيش مثلا هم بيعملوا ده مش راضيين، ولا حسيتي عندهم الرضا برضو بكل المصاعب اللي هم بيواجهوها في حياتهم؟ مش هقدر انكر ان هم لا، في مجهود، في كفاح، بس هم مش متضايقين، لا هم راضيين جدا. هم يعني هناك في اكتر المحافظات وكمان في الفلاحه والريف وكده، هم عندهم حته الرضا عاليه. هم تعبانين بس هم بيحبوا الموضوع ده، هم متمسكين بالارض بتاعتهم. كمان اولادهم بينزلوا بيعلموهم وكل حاجه، ولكن بينزلوا معاهم كمان الارض، مش هاملينها كده ومش سايبينها. بس هم اكيد طبعا ده تعب ومجهود شاق كمان. يعني في كمان من المصدر في الفيلم بتاعي، في منهم حامل، في منها سيده عجوزه كبيره جدا، وفي منهم انتوا كنتوا حريصين ان انتوا تجيبوا اعمار سنيه مختلفه، نعرض الست العجوزه، الست الصغيره لسه حامل، مظبوط، اللي في مقتبل العمر، فانتوا الحامل وكمان مجموعه السيدات الانفار كله بقى كعمل جماعي، مش بس تبقى حاجه مفرده مصدر، لا تبقى كلها كده مع بعض. عجبني حتى الانفار وهم راكبين العربيه وبيقولوا ان احنا بنغني واحنا ماشيين، بيزغرط بالظبط، ننسى اللي حصل معانا بعد يوم
شاق. احنا بقى كنا معاهم في يوم التصوير ده، احنا كنا بنسافر 5 الصبح عشان نبقى معاهم 7 الصبح، نفضل معاهم طول اليوم لحد مثلا المغرب او حاجه. هو بيبقى يوم شاق جدا، ومع ذلك لما بيركبوا بقى العربيه النقل وبيروحوا، الفايب زي احنا كنا بنسميه كده مختلفه تماما، بيزغرطوا ويسقفوا وكل حاجه ومبسوطين وراضيين بعد تعب يعني كبير جدا بصراحه. هم رايحين تاني على شقه تانية، عندهم بقى تاني بيوتهم. يوم يعني يناموا لا ساعتين ورايحين تاني خالص. حتى في احد المصادر كانت بتقول لنا ان اليوم عندي مش يوم واحد، هو اليوم عندي يومين، يوم في الارض والحصاد والزراعه، واليوم التاني لزوجي واولادي. فانا اليوم بتاعي مش بيبقى بس مجرد يوم واحد، هو بيبقى اليوم عندي يومين. ده ما خلكوش تستوقفوا امال السيدات اللي بيشتكوا دلوقتي بقى في مالهم؟ يعني ما خلكوش مثلا تقولوا كده يعني المرأة الريفية بكل المعاناة اللي هي بتعيشها وراضية وعمالة تقول ابني بس انا مش عارفة ايه بس يتربى وانا بس اجيب لقمة العيش، الكلام ده كله انتوا كنتوا عايزين توضحوا حاجة؟ يعني انا حسيت ان انتوا عايزين توضحوا حاجة، ايه اللي انتوا عايزين توصلوه؟ انا فاكره كويس قوي ان انا قلت جمله ان انا عايزه انقل كل اللي موجود في القاعه عندنا، قاعه المؤتمرات والكليه وكده، ان احنا ننقله لحياه الريف، ان هو يحس بالاحساس بتاعهم، يشوف الحياه الجديده، يشوف مثلا التعب والكفاح ده كله. طبعا هو كل التقدير لكل مرأة طبعا. في كل مكان، ولكن بمختلف لان بقى الحقيقه المجهود. المراه عموما سواء بالظبط. كانت يا قاهريه صعيديه ريفيه حتى في كلهم البيت في كل الحقيقه حاجه، طبعا ولكن هي كلهم بتبقى بيبذلوا مجهود كبير جدا. بتختلف، يعني الشكل بيختلف. انا بالنسبه لي كنت مبهوره جدا، انا وصحابي كنا ازاي بنقعد نسمعهم، نقعد نكلم طبعا فريق الاعداد، صحابي المونتاج التصوير، كل واحد فينا لما كان بيقعد يسمعهم ويتكلم معاهم لا كان بيتفاجئ، كان انتوا بيتاثر ما قلتلهمش في الاول هنتكلم في الاتجاه كذا، ولا سبتوهم خالص. يقولوا عن تجربتهم الشخصيه بكل ما فيها بالابعاد بتاعتها بتعبهم ايه، سبتوهم احنا تماما؟ الفيلم بتاعنا نقدر نقول هو ناتشرال 100% طبيعي جدا. هما بيتكلموا بيقولوا اللي جواهم بجد، بيعبروا عن حياتهم. احنا اصلا كنا بنبقى مبهورين. طبعا احنا عندنا لاينز، احنا فريق الاعداد وسكريبت رايتنج رايحين مش رايحين نصور كده، ولكن احنا معانا ورق ومعانا سكريبت ليست ومعانا كل حاجه، بس احنا بنسيبهم يتكلموا بتلقائيه، مش قولي لا، بنسيبهم يقولوا بتلقائيه. بنوجههم مثلا لو بعدوا شويه عن النقطه اللي احنا عايزينها، احنا في الاول في الاخر محكومين بفكره مشروع تخرجنا طبعا. فبنوجههم، بس هم بصراحه لا، هم بيقولوا لنا حاجات فيها مشاعر اكتر، كمان اكتر ما احنا كمان محتاجين. حتة المشاعر بقى يعني انتوا ركزتوا عليها، كل حد عنده مشاعر مختلفة، مشاعر اللي هي تجاه ولادها وابنها اللي مسافر بس وعايزاه بس يبقى موجود، التانية اللي عايزة بس لقمة عيشها علشان ولادها، واقفة قدام مع جوزها. حقيقة. المشاعر كلها دي انتوا كنتوا عايزين توصلوا ايه من المشاعر دي كلها؟ في الاول خالص احنا طبعا مش بنحب نلعب على فكره الصعبانيات، لا دي مش بتبقى حاجه لطيفه خالص. احنا بنتكلم على الانسانيه من جنرال كده، في العموم الناس دي حياتها ايه، يعني زي ما بيقولوا كده اللي بيطلع من القلب على طول بيوصل للقلب. معايش، احنا الفيلم بتاعنا معايشه كامله، من اول ما بتصحى بتحضر الفطار لاولادها، مشاركه زوجها، بتروح على الارض ازاي، لغايه كل دي كلها كانت كلها مشاعر، المجهود، التعب، الفرح، كل دي. بس فاحنا حبينا مثلا نوضح فكره الانسانيه دي. صحيح. مبسوطه وقطمه وسط بقى اسم الفيلم ده ليه مغزى تاني، هعرفه منك ايه ليه قطمه وسط بالظبط، لكن نطلع كده لجزء من فيلم قطمه وسط ونرجع نستكمل، خليكم معانا. عشان خاطرهم ماليش غيرهم. أنا بيبقى اليوم عندي بمقام يومين. ده تاريخ الساعة وأنا بشتغل. أنا اسمي عمر رمضان محمد حسنين الصعيدي، عندي 31 سنة. أنا من بيت أبويا، وإحنا عند أبويا، وإحنا شغالين في الفلاحة وبنروح الغيط وبنجمع بزرع وبنحصل محصول وكده.
انا وعيالي وجوزي عشان نكافح ونشتغل وناكل ونشرب منها ونجيب قرش يعني. ولو ما جاناش وكافحنا واتقطم وسطنا مش هنلاقي ناكل ولا هنلاقي نشرب. انا جوزي وحداني وبساعده يعني، ما فيش حق، ما لهوش اخ بمعنى صح. انا واقفه في ظهره، باجي معاه الغيط، بروح مطرح ما هو ماشي بمشي وراه. الحقيقة المرأة بشكل عام والمرأة المصرية تحديدا مصدر الدعم والقوة والترابط كمان. انتوا كنتوا حريصين يا سلمى ان انتوا يبقى فيه شبه ما بين النماذج دي، بالرغم ان كل واحد ليه قصة. الشبه مظبوط. ايه؟ الارض الزراعية هي اللي بتجمعهم؟ الشبه ايه؟ فكرة الحصاد والمجهود اللي في الأرض الزراعية هو ده اللي بيربطنا، ومجهود المرأة باختلاف بقى قصة كل واحدة فيهم، سواء كانت فردية أو كانت في مجموعة ضمن الأنفار. يعني كل دول في الآخر اللي بيجمعهم هي الأرض، بيتهم، دي حياتهم، الولاء بتاعهم ليهم تجاه الأرض. طيب ما حاولتوش مثلا تنوعوا، يبقى في مرأة قاهرية كمان، سواء كانت بقى ربة منزل، سواء كانت امرأة عاملة؟ يعني انتوا ليه حصرتوها برضو في الريفية؟ دورنا وفكرنا في أمثلة تانية، مثلا المرأة تحدث مثلا إعاقة معينة أو مرأة وصلت لمكانة معينة. هي كانت فكرنا المرأة، ولكن بعد ما قعدنا كده ميتنج كتير قوي مع صحابي فكرة الإعداد والسكريبت رايتنج كده، حبينا نقول لا، احنا هنتكلم عن قضية، هنتكلم عن لاين واحد باختلاف المصادر باختلاف الأشكال. فهنفوكس بقى ونركز على فكرة المرأة المصرية والأرض. هي الحقيقة كمان هي مناسبة للجو النهارده 23 يوليو، حر جدا. الله يكون في عونهم. بالظبط. لا ومناسبة النهارده للأجواء، احنا 23 يوليو بنحتفل بيها، فطبعا الأرض وانتمائهم للأرض والولاء للأرض وقد ايه تعبهم في الأرض مع مراعاة بيتهم، ده لوحدها قصة لوحدها. فطبعا هي جاية مناسبة كمان للأجواء اللي احنا نحتفل بيها 23 يوليو. الحمد لله بجد. طب قولي لي كده، أكتر حاجة في التصوير كانت صعبة ايه بالنسبة لكم؟ طبعا عايزه اشكر يعني هم كانوا 3 اشخاص مسؤولين عن التصوير، عايزه اشكرهم جدا. يعني وانا برضو كنت معاهم في كل المراحل، بس فكره انه الشمس لو جت مثلا عند الكاميرا في وقت معين 9 مثلا او بعد 9 المصدر بتاعي خلاص ما بقاش واضح مثلا في الكاميرا، فنفضل مستنيين وقت تاني نصور شوتس تانية علشان تبقى التصوير نقي، التصوير واضح، الالوان مظبوطه. مش بس تصوير، المونتاج برضو كان مونتاج كامل على زميلتي برضو صاحبتي مونتاج الفيلم كله. انتوا طبعا شطات كتيره جدا جدا، معانا ماتيريال كتير كنتوا قوي. في المونتاج كنتوا طبعا محتارين تعملوا ايه وتحطوا ايه عشان الشوتس تبينوا كلها ايه؟ حلوه، الشوتس كلها فيها روح، الشوتس كلها بتتكلم، الشوتس دي اللي هو المشاهد والتصوير. لا كل حاجه بجد عايزين نحط كل حاجه في الفيلم، ولكن طبعا بشكرها صاحبتي. وانتوا بينتوا لنا يعني المشاهد كلها كانت فيه معاناه، كانت فيها رضا، كانت فيها ولاء للارض وولاء لبيتها. والفيلم كله مش كله عياط ومش كله مأساوي، لا في فرح وفي ابناء وفي معايشه وفي داخل البيت. احنا استأذناهم نصور داخل البيت وبره البيت وفي الارض وفي الرجوع، حتى الحيوانات بتاعتهم هم بيحبوها جدا ومتأثرين بيها، صورناها معاهم معايشه كامله، مش مجرد كده فيجوالز وخلاص، لا هو فيلم كامل، حياه كامله. من احنا كنا بنسافر مثلا 5 الصبح نبقى عندهم 7، نمشي من عندهم بقى الساعه 12 مثلا بالليل. صورتوا في كام يوم؟ لا احنا في شهور، مش في كام يوم، في شهور على مدى. صورنا في الشتاء، صورنا في رمضان، صورنا مع اوائل الصيف كده. انت اكتر حاجه هزتك انت وانت بتعملي الانترفيوهات معاهم ايه يعني ايه معاهم؟ انا فاكره ان انا اتهزيت اول مره خالص لما رحت محافظه ما وما لقيتش اللي انا عايزاه، ما لقيتش الفكره بتاعتي ولا الارض ولا الناس ولا اي حاجه. ساعتها بجد حسيت ان هو ايه ده. بعدين بقى لا ركزت كده وقلت لا ان شاء الله ربنا هيكرمني وهنكمل، وما سيبناش الفكره. وعلى مدار بقى الفيلم كل حاجه هزتني، المحافظه والاماكن والارض وطريقه كلام السيدات، طريقه الحكاوي ذات نفسها، لا كل دي الطبيعه الطبيعيه اللي هم فيها حاجة. كل واحد ظهر بطبيعته جدا. بالظبط. فكره برضه ان انا عايزه اطلع المشروع بتاعي يبقى شكله كويس، مش بس مجرد المرأة المصريه شفنا ليها حاجات كتير، بس انها تكون مؤثره، تبقى حاجه جديده للي بيتفرج عليا، ان انا انقله بدل والحقيقه التأثير ده بقى مش بس لما نقول المرأة القاضيه ولا المرأة النائبه ولا المرأة الوزيره، لا المرأة الريفيه ليها تأثير من اول الارض وزرعها، فهي ليها تأثير من قديم الازل الحقيقه. دي حقيقه. وده طبعا مع 23 يوليو فاحنا ده اكيد يعني المرأة المصريه ليها تأثير كبير جدا. قولي لي بقى كده الاغنيه اللي انتوا حطيتوها في الاخر كانت ليها تأثير حلو جدا وجمعت الفكره والمعاني الجميله، اختيار مين وايه الكلام الجميل؟ الاغنيه نقلت الفيلم بتاعنا طبعا نقله تانية خالص.
الاختيار مين؟ اختيار الدكتور بتاعتنا دكتور نجلاء وطبعا دكتور آية، حابه اشكرهم جدا جدا. كانوا بيدونا كل الفرصه ان احنا نبدع ونفكر وكده، بس هم كان ليهم طبعا بحكم خبرتهم التاتش زي ما بيقولوا كده، تبقى الحاجه احلى واحلى. هي اللي قالت لنا عايزين نعمل اغنيه، تبداوا انتوا تدوروا. فبدات مثلا صحابي يروحوا يدوروا، انا بدات ان انا اتابع طب الاغنيه وصلت لفين، طب عايزين نعمل ايه، لحد ما طلعت الاغنيه بشكلها، اتلحنت واتغنت، والحمد لله طلعت يعني سابت اثر يعني كبير قوي حتى في القسم عندنا والكليه. لا الاغنيه بتاعتنا معروفه الحمد لله. ده كان مشروع التخرج يا سلمى؟ مظبوط. خدتوا عليه ايه بقى؟ احنا اخدنا مركز ثالث على مستوى مشاريع في القسم في كليه الاعلام، وكمان اتشرفنا برعايه شرفيه من المجلس القومي للمراه. حابه اشكرهم جدا، هم شافوا الفيلم بتاعنا وعجبهم واثر فيهم، وهم يعني ما تاخروش علينا في الرعايه الشرفيه. طبعا شكرا ليهم جدا. واكيد يعني هتحاولوا يدخل مهرجانات تانية اكيد؟ طبعا ان شاء الله. اكيد عايزين نوصل الفكره بجد لاكبر عدد، انه المراه المصريه ونموذج في الفلاحه والحصاد وكده، بجد هي قد ايه بتجتهد سواء في بيتها او حتى فكره الارض، الاثنين مع بعض. لو هتعملي الفيلم ده تاني هتعمليه بس على المرأة الريفية، ولا ممكن تكبري الموضوع وتعمليه اكتر؟ لا طبعا هيكبر اكتر من كتر طبعا الماتيريال اللي معانا في المونتاج، القصص، الناس اللي شفناهم هناك. لا طبعا هتبقى قصص اكتر واكتر، بس طبعا عشان احنا محكومين بوقت ان هو فكره مشروع تخرج. لا طبعا خلاص بقى يعني هنتعمق اكتر زي ما بيقولوا كده. شفتي مع اثناء مثلا حواراتك مع السيدات هناك، شفتي حته الدعم اللي عندهم والولاء لبيتها ولأسرتها والأرض؟ طبعا. شفتيها دي نابعة من ايه؟ هل التربية من الأساس، ولا حبها لأولادها، ولا ودي طبعا موجودة في أي حد، نابعة من ايه؟ والترابط، يعني هي مسؤولة عن الترابط اللي بيحصل كمان، شفتيها ازاي؟ والترابط الموجود ما بينهم، هل لسه ما زال الترابط؟ يعني احنا بنقول دايما نتهم دلوقتي الترابط ما بين الأسر ما بقاش زي الأول في القاهرة وفي المناطق الحضرية. هل ما زال الترابط قوي في الريف وكده، ولا؟ الترابط عندهم قوي جدا. هم حتى صغيرين، لا هم بيساعدوا امهاتهم او بيساعدوا اللي بيشتغل في الارض، بس يروحوا مدارسهم، يروحوا ده ما يجيش على ده، يروحوا المدارس، يروحوا على فكره متعلمين، بيروحوا الجامعه ويتعلموا ويرجعوا برضو يشتغلوا في الارض. فكره الترابط لا موجوده. الزوج ومشاركه الزوج دي كانت اساسيه، رعايه البيت مهمه جدا، دي كلها كانت حاجات اساسيه، حاجات بتوضح قد ايه الترابط. كل واحده كان ليها طبعا قصتها. في مثلا اللي عايزه لا مش عايزه اولادها يتعبوا نفس طبعا فطره الام، يتعبوا نفس التعب بتاعها. في حد تاني لا خلاص هي فضلت انها تشتغل هي في الارض وتتعب علشان مثلا ابنها يسافر ويشتغل ويرجع لها تاني. في بقى الاخيره لا هي خلاص هي حبت كده وحياتها وهي هتعيش، ودي طبعا طول العمر، بس زي ما بيقولوا هتعيش وتموت علشان الارض بتاعتها. فكان كل واحده ليها قصه مختلفه، بلس كمان فكره الانفار. يعني هي كانت تريتمنت بتجمع بين اكتر من قصه، بين اكتر من شخصيه. الانفار دي كمان جديده جدا يعني. دي حقيقه. مش وتصويرها صعب جدا. تصويرها هو 6 الصبح بيبداوا فكره رمي البذر، رمي التجمع ده كله. فكره الانفار السيدات كانت جديده يعني جدا. سلمى، بعد ما جربتي بقى يعني خدتي تجربه الكتابه والاخراج والتصوير دي حقيقه والمونتاج، حبيتي نفسك في ايه؟ فكره ان الواحد حلوه، عشان كده الاخراج بيبقى تقيل وقوي، بس هو في الاخر لا يعني هو عجبني بصراحه الاخراج. طبعا دي حاجه تحفه. في الاخر بقى الشغل كله والافورت كله المجهود يطلع كده في صوره واحده حلوه قوي. بلس طبعا ان فكره المراسل ان هو بيروح الاماكن، بيسال الناس، بيصور، كمان هو بيقعد على المونتاج. كل دي مراحل انا عملتها في البروجكت بتاعي. فحابه المراسل والاخراج؟ المراسل طبعا بحبه جدا. وحابين بقى تعملي لنا فيلم كمان تاني كده؟ اكيد. شكرا لحضراتكم بالتوفيق يا سلمى. كده بشكر ضيفتي النهارده سلمى محمد، شكرا بالتوفيق دايما. شكرا. الحقيقه المراه بشكل عام ايا كانت بقى قاهريه، ريفيه، صعيديه، المراه سواء كانت عامله او ربة منزل، الحقيقه هي ليها دور كبير جدا في القوه وفي الدعم وفي تربيه اولادها واسرتها ومجتمعها. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي مع تجربه جديده وبرنامجكم عرض اول.